أحد السلف إذا دخل رمضان قال إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. هذا برنامج وضع لنفسه، إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، هذا برنامج وضع لنفسه في شهر رمضان. فإذا دخل رمضان ماذا ستفعل؟ حدد أهدافك وأعمالك، رتب أوقاتك، لا تفوتك صلاة التراويح وقيام الليل، لا يفوتك كثرة الذكر وقت الصيام، فإن أعظم الصائمين أجرا عند الله أكثرهم في صيامهم ذكرا لله. من صام النهار عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لكنه مثلا نائم من الفجر إلى الظهر، هل يستوي هو ومن كان في صيامه قضى ذلك الوقت في قراءة القرآن؟ هل الصيام واحد؟ هل يستويان في صيامهما؟ لا والله. نعم هذا الصائم أدى الفرض وهذا أيضا صائم، لكن لا يستوي. والقاعدة عند أهل العلم أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها.